بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين ليا؟ قشطة عليكم فل عليا. النهاردة المنيو ايه يا ام جنى؟ النهاردة المنيو محشي يا اختي انت وهي. هو في أحسن من المحشي؟ هو في أحسن من المحشي في الشتا دي؟ ده المحشي ده تاكليه وتتدفي وتدخلي كده تحت البطانية. بصوا بقى، انا كفايه بس منظر البخار بتاع المحشي ده ببصله بس كده بشوفه بحس ان انا خلاص دفيت. الاحسن اكله في الشتا ديت يا حبايب قلبي هي المحشي السخن اللي بيدفي القلب ده. هو اصلا المحشي ده هو جوه قلبي. هو بصوا هو كل قلوبنا. هو جوه كل قلوبنا بصراحه. المحشي في الشتا بصراحه، المحشي في الشتا اكله شتويه. هو وايه تاني؟ كنا عاملين الفيديو اللي فات على ايه؟ على عدس، برضو العدسة بولية، فاكرين؟ العدسة بولية في الشتاء، والمحشي برضه بولية في الشتاء. كل كله على فكرة انا مش بضحك والله، فعلا في الشتاء بتحب الاكل اللي هو الدسم اللي هو فيه دهون، عشان الدهون برضه بتدفي. فتاكلي بقى الحاجات اللي تعملي بقى المحشي كده بحتة سمنة او بحتة ليا او بحتة حتى صنم جمل. هو بقى ده بيديكي احلى طاقة. ماشي، واللي يحصل يحصل بقى، ملناش دعوة. تحت البطانية بيحصل ايه ملناش دعوة. صح يا فريدة؟ فاهم- فاهمني طبعا. فكمان بقى ايه، المحشي بيبقى ليه اجواء خاصة كده في الشتاء. في البيت القديم كنت بطلع فوق السطح واولع الكانون في عز المطرة. في عز المطرة، والمطرة كده بتمطر فوق دماغنا واحنا مولعين الكانون وبنعمل محشي، فاكرين يا ولاد؟ والله العظيم كانت احلى ذكريات. احلى ذكريات هي ذكريات الكانون والمحشي والسطح والكلام ده كله. وعلى فكرة انا لو عاوز اعمل محشي هناك برضو في البيت القديم هعمل، هروح اولع الكانون واشوي بقى فراخ واعمل محشي واعمل كل حاجة. بس انا قلت ايه، اقعد بقى كده زي الستات بتاع زمان، امهاتنا وستاتنا لما كانوا يقعدوا كده والحاجة حواليهم ويقعدوا بقى ايه، يقضونا بقى واحنا صغيرين. وهاتي يا فلانة وهاتي يا علانة، هاتي يا اختي، هاتي البصل يا اختي لما اخرطه وانا قاعدة، هاتي يا اختي القوطة، هاتي اعصري لي الطماطم ويلا تعالي. وبصوا حاطه البوتاجاز جنبيا وحاطه الصينيه وبخرط وانا قاعده وبعمل كل حاجه وانا قاعده. قلت لهم بقول لكم ايه، انا النهارده مانيش قايمه واقفه في المطبخ، هعمل كل حاجه وانا قاعده على الارض. وحواليا بقى الولاد وبيساعدوني وكده. والبت بوبوس الكبيره قلت لها روحي انت بقى، يلا خشي الاوضه بتاعتكم روقيها ونفضيها وامسحيها وخليها زي الفل تشف وترف كده. امال ايه، امال هاكلكم محشي ببلاش ولا ايه؟ لازم اخليكم تعملوا بلقمتكم. النهارده هي ما بتحبش تيجي تصور معايا، قلت لها يلا انت بقى اتكلي على الله وشوفي مصلحتك. والبت الصغيره بقى بتحب تقعد كده معايا ايه، توضب كده الحاجه معايا وتساعدني. البت دي شطوره، تطلع ست بيت شاطره. صح يا بت فريده؟ انت مية مية. وهقول لكم على تكايه حلوه قوي في المحشي. المحشي يحب البصل كتير، بيديله كده بيخليه مسكر وزي العسل. اديله بصل مع حبه زيت مع حبه ليه زي ما قلت لك، او صنم الجمل، او اي دهون يعني كده خفيفة، ومعاه شوية زيت. ويفضل تكون لية خروف. يفضل علشان المحشي يطلع كده معاكي. بصي اهو، بصي العلبة دي فيها بقى ايه. انا كنت جايبة صنم الجمل وكنت مسيحاه، وبصراحة بقى بحب احطه كده على طبعا لازم احط زيت للمحشي، لازم تحطي زيت، مينفعش سمنة بس او ليا بس، او لازم المحشي الزيت بيخليه كده بيلمع يعني، الزيت بيديله لمعة كده حلوة. والنبي يا اختي الكرنب غالي الايام دي، والنبي يا اختي قولي لي انت جبت كرنبايه بكام؟ والنبي يا اختي جايبه الاتنين ب 30 جنيه. اتنين كبار كده اهو ب 30 جنيه. يا اختي ده انت قروبه، جبتهم ب 30 جنيه ازاي دول؟ هقول لك، اصل انا بقى ايه، بروح بالليل يعني متاخر شويه، مش بروح بقى الصبح بدري، هم البياعين شبطانين في الحاجه بتاعتهم. لا تنزلي اخر النهار، اسمعي مني هقول لك انا بس المفيد، اسمعي مني. تنزلي اخر النهار وتنقي كده كرومبايتين ايه، يعني يكونوا مثلا كده ايه، مكسورين كده من على الجنب شويه. ما تخافيش، هتكون برضو الورقه معاكي سليمه وكل حاجه، بس هتكون ايه، معيوبه يعني كده، ان هي ايه، هتقولي له بص دي مكسره يا اخويا، والنبي يا اخويا دي مكسوره، هي مش هتطلع ورق، وهي هتطلع ورق وكل حاجه، بس انت تضحكي عليه.
هيقول لك ماشي، هيقول لك ب40، هتقولي له لا دي ب15. طب من هنا لهنا لا ب20. ماشي. وكمان واحده صغيره شويه عليها، يلا ب30. هيقول لك يا ست شيلي يلا ولا يهمك. بس واجي وخلصت الشغلانه ودستوركوا يلا معانا. وتجيبي الكرنبتين وتيجي وتقعدي كده اهو، وتدبيهم على طول في قلب الحله. ويلا. وكمان وانت قاعده كده بقى ما تنسيش تتسلي كده ببرتقانيه ولا حاجه، وانت ما تنسيش نفسك برضو. وانت برضك يعني شقيانه وطلعانه عينك. يعني برضك نهتم بروحنا شويه. الله. مش الواحد برضك يهتم بروحه ولا ايه؟ وانا والله العظيم من الشغل الواحد اهو عمال من هنا لهنا لهنا لهنا. يا ما كلش برتقانيه يا اولاد، ما الخير كتير اهو الحمد لله. الواحد برضو يدلع نفسه شويه يا جماعه. بس خلاص. والقوطه رخصت الحمد لله، والنبي يا اختي القوطه رخصت. كانت ب30 جنيه من شهرين فاتوا، والله كانت ب30 جنيه القوطة دي. بنت مجانين صحيح. مجنونة بنت مجنونة. شوية تبقى ب30، وشوية تبقى ب10، وشوية كيلو ونص ب10. اهو انا النهاردة جبت 3 كيلو ب20، يعني كيلو ونص ب10. جبت 3 كيلو ب20. والبت فريدة بقى الأمورة العسولة ديت هتقعد جنبي كده تساعدني. قلت لها يا فريدة وانت يعني قاعدة كده تتفرجي على ماما؟ يلا ايدك بإيدي يا حبيبتي عشان نخلص الأكل، زي بابا زمانه جاي. قالت لي ماشي يا ماما، بس اكل البرتقانه الحلوه دي واساعدك على طول. قلت لها طب يا اختي شدي حيلك شويه معايا. شدي حيلك شد. ده الجواز بيهد. على رأي المثل. شدي حيلك شد، ده المحشي بيهد. اهو المحشي ده يا ولاد صحيح على رأي المثل، ده باكته كتيرة وبركته قليلة. يعني تقعدي تعكي فيه طول النهار، من ده لده لده لده، وفي الاخر بيتاكل كده صباع ورا صباع كده في 5 دقايق. تحدفي كده الصوابع كده ورا بعضيها كده اهو جوه بقك وبق جوزك، في 5 دقايق تلاقيه الصينية اتمسحت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وتفضلي يا حبيبتي تجيبي الكرنب وتقطعيه وتسلقيه وتقطعيه وتوضبيه، وتحشي صباع صباع، وتسلقي الفراخ وتحطيه يعني بصوا ده بقى فعلا فعلا ما اكدبش المثل اللي بيقولك ده باكته كتيرة وبركته قليلة. يعني تقعدي تعكي فيه طول النهار وفي الآخر بيتاكل في 5 دقايق. بس حلو برضو بنموت فيه. ما نكدبش بقى. مش عايزين بقى ايه نحور على بعض، احنا كلنا بنموت في المحشي. صح ولا لأ؟ قوليلي في التعليقات مين بيحب المحشي ومين بيعمله كتير في الشتاء. قولولي في التعليقات اللي بيعمله كتير في الشتاء يقولي احنا بنعمله كتير في الشتاء. هو أكلة شتوية ولا أكلة صيفي؟ هو أكلة شتوية. هو عامة بيتعمل في أي وقت، بس احنا يعني بنقول شتوية علشان بيبقى ايه بينزل من النار كده على الحلة، على الصينية على طول، وبنحب ناكله سخن. في الصيف بقى بنسيبه يبرد شوية. كل وقت وله أذان، وكل ظرف وله مكان. مش عارفة. أنا حاسة إن أنا النهاردة بقول أمثال كتير، عاملة زي بامبا الرغاية النهاردة، معلش صدعتكم. بس انا بحب ان انا اشاركه الفيديوهات يعني، واي كده حاجة بنعمل فيديو كده ونشارك الفيديو مع بعض، ويا رب كده نكبر مع بعض. واللي ما عملش لايك لحد دلوقتي يا ولاد يلا ينزل يعمل لايك قبل ما تنسوا. اعملوا لي لايك يا ولاد. مش هقول تاني، ايوه. انا مش هقول تاني، اعمل لي شوف الفيديو لحد هنا كده يعمل اللايك. ولايك على لايك يمكن نوصل 60,000 لايك ولا حاجة، ولا ايه؟ والبوتاجاز الصغير ده يا ولاد والله بينفع. وعلى فكرة انا حبيت ان انا اشتغل عليه النهاردة عشان بينجزني، ناره حامية قوي عن البوتاجاز الكبير. ليه بقى؟ لان انا لما نقلت في الشقة الجديدة دي نقلت الغاز من غاز طبيعي لأنبوبة. فلما الواحد بينقل من غاز طبيعي لأنبوبة بيحس بفرق جامد قوي، يعني النار بتبقى هادية قوي عن نار الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي بيبقى ناره شديدة. فلما حسيت بالفرق ده قلت يا نهار ابيض، فرجعت بحب اعمل بقى البوتاجاز الصغير ده عشان ناره حامية وبينجز معايا المحشي بالذات. زي ما انتوا عارفين، زي ما قلت لكم لسه من شويه، ان المحشي دبكته كتيره، فالواحد الخطوات بتاعته من كتر ما هي كتيره فبيبقى عاوز ينجز على قد ما يقدر في عمايل المحشي. فقلت خلاص انا هقعد بقى النهارده كده واشتغل على البوتاجاز الصغير، وهعمل بقى وانا قاعده كل الطلبات. بس زي ما انتوا شايفين برضو كان قاعده على الارض. الشقه يعني حلوه وكل حاجه، بس لسه بقى فكيت الانتريه
وكنت هجيب الفرش بتاعه والفرش اللي هو الجلد المقلوب ده. الجلد المقلوب ده طالع حلو قوي بصراحة للانتريهات، فانا كنت ان شاء الله كنت ناوية اجيبه. بس النصيب بقى ايه جه، ان الفلوس اللي معايا اتصرفت. يلا الحمد لله. واديني قاعدة على الارض الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة. برضو احنا منها واليها، يعني الارض حلوة مش وحش، منها واليها يا اختي والنبي. فالمهم ايه، ان شاء الله هو الانتريه اتفك عند الراجل، وانا لسه ايه هعمل لي بقى حته جمعيه ولا حاجه علشان اجيب الفرش والسفنج والكلام ده كله عشان اعمل حته الانتريه. ومع ان انا كنت نفسي اعمله قبل الشتاء والله يا ولاد، بس يلا مش مشكله، قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. بس في تكايه برضو عايزه اقول لكم عليها في المحشي. المحشي ده كله تكات تكات، يعني تكات جامده. التكه بقى اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، ان انت لما تيجي تنزلي الرز على الخلطه ما تخليش فيه ولا نقطة مية، حاولي تصفيه على قد ما تقدري. ليه؟ لان مش عايزين مية بقى تنزل على التسبيكة بعد ما اتعملت. في برضو تكاية هقولك عليها حلوة قوي. انت لما تيجي تعملي التسبيكة بتاعة المحشي، الطماطم يعني والبصل وكده، لازم ايه تخليها تنشف خالص من المية، ما تبقاش صيصة. على رأي المثل كده يقولك ايه، طبيخك صايص، لا ما تخليهاش صيصة. الست الشاطرة تحبك ايه الاكل بتاعها. التكاية بتاعت الصلصة لما تنشفيها، ومع الرز لما تنزليه عليها مفهوش مية خالص، يبقى متصفي كويس جدا. دي كلها تكات حلوة قوي قوي في المحشي. ليه بقى؟ علشان انا بقى بحب اقلب الرز مع الطماطم مع البصل كده، مع التسبيكة يعني. اديله كده تقلبتين على النار وهي شغالة النار عليه، علشان الرز يشرب الصلصة كلها، الرز يشرب اللون بتاع الصلصة، يبقى الرز معايا احمر. يعني لما اجي بقى الف واحط المحشي في الحلة واجي اسقيه بالشوربة، اللون ما يسيبش من الرزاية، يبقى كده خلاص الرزاية شربت اللون بتاع الصلصة فبقت حمرا. فلما اجي بقى اسقيه يبقى خلاص كده اللون ثبت مع الرز، بقى خلاص احمر. دي برضو تكاية حلوة قوي لو انت عاوزة تطلعي المحشي بتاعك لونه احمر من جوه، عشان بتفرق برضو، يعني بتفرق في الايه. اما تيجي كده تقطمي كوز المحشي وتلاقي الرزاية نفسها حمرا لونها احمر. هنا بقى يا ولاد ايه، جوزي اتصل عليا لاني لسه بعك، فبيقول لي ايه خلصتي ولا لسه؟ قلت له لا والنبي يا اخويا لسه، ده انا لسه هو عماله ايه اعك في المحشي. قال لي طب ايه، طب هو كان في البيت القديم، كان قاعد في البيت القديم، يعني روح على البيت القديم. فقال لي اجي ولا استنى شويه؟ هو عاوز يجي على المحشي على طول ما يقعدش يستنى، فاهمين؟ يعني هو عايز يجي يلاقي الايه، السفره محطوطه. فقلت له لا خلاص خليك عندك شويه، لما اخلص هرن عليك. فقال لي خلاص تمام. قلت له تصبر بقى باي حاجه كده، حته جبنه ولا اي حاجه لحد ما ايه، ما نخلص الليله بتاعه المحشي دي. قال لي تمام. وانا عامه آه، المحشي طبعا انتوا عارفين، بنزل بقى حاجه مثلا اكون دابحه بطايه، عندي فراخ عندي كده، فاهمين؟ يعني لازم برضو الشوربه بتاعته تبقى دسمه وحلوه. وحتى صدقوني لو عملتوه على أجنحة برضو نعمة وفضل من ربنا. أنا كنت يعني كتير كنت بجيب الأجنحة وبعمل عليها شوربة دسمة جدا، وكنت بعمل المحشي ويعني كنا بنهيس أجنحة بقى ومحشي وعادي يعني بتتقضى يا ولاد والله بأي حاجة. أهم حاجة لمتنا مع بعضنا، لمتنا الحلوة، اللقمة تبقى هنية. صدقيني مش هتفرق ابدا اذا كانت هياكل ولا بطايه ولا فرخايه، مش هتفرق. اهم حاجه ان الواحد يحب الحاجه اللي بيعملها ويعملها باخلاص وحب، بتطلع زي العسل والله صدقوني. ف ربنا يا رب يبارك لنا في ولادنا ويبارك لنا في رزقنا ويحسن ما بين ايدينا. يعني دايما دايما الواحد يقول ايه، الحمد لله على كل حال، كتير قليل الحمد لله. ودلوقتي بقى فرفورة الصغنن ده جت بقى ايه تساعد ماما، قررت خلاص ان هي تقعد تساعد ماما بقى. قلت لها بصي، لو مش هتعرفي تحشي معايا
إيه، قطعي لي الورق صغير. فاديتها المقاس المظبوط وقلت لها اعملي لي بقى على المقاس ده، عشان ايه ما تعملهوليش صغير قوي ولا كبير قوي. وبدوق بقى الخلطة مية مية، ولا بصوا ولا غلطة، ما فيهاش ولا غلطة، خلطة كده خلطة فوزية. فالمهم الخلطة، التكات اللي انا بقولكوا عليها دي بتخليها تطلع مظبوطة قوي قوي قوي. شايفين الرزاية حمرا ازاي، وشاربة التخديع، وشاربة يعني ايه، خلاص كله دخل في بعضه وكله اتشرب من بعضه. بصوا بقى، فريدة بتقولي دوقيني يا مامي. عايزه اقول لكم ان انا اول ما دوقتها فضلت بقى طول الوقت عماله بقى ايه، تاخد وتاكل. يا بت اقول لها يا بت الرز ني، يا بت هيوجع لك بطنك، مفيش فايده. هي كده على طول، اول ما اعمل الخلطه بتاعتي دي يفضلوا ياكلوا فيها كلهم. اقول لهم يا ولاد طب ليه، طب ما احنا يعني ناكله مستوي احسن، طب ليه طيب. حتى انا حتى انا بقعد برضو القط كده طول ما انا شغاله. ليه الخلطه بتبقى ايه، الرزية خلاص داخله على سوا، وبتبقى شاربة من الخلطة زي ما قلتلكوا، فبتبقى طعمها بصراحة يعني يغري، طعمها مغري بصراحة، يعني منقدرش نمسك نفسنا قصادها. فبس هي دي بقى كل التكات اللي انا عاوزة اقولكوا عليها. هي الحكاية كلها في التسبيكة بتاعة المحشي، اللي هي ايه، الصلصة بتاعة المحشي. دي اهم تكاية في المحشي كله. وانت بقى بتسقي المحشي الشوربه، ما تكتريش ما تزوديش قوي، ليه يعني تسقيه كده. ولو احتاج تاني حطي تاني، بس المهم ان انت ما ترميش شوربه. حاولي ان انت تقللي الشوربه على قد ما تقدري. هنا بقى كنت بغسل الفراخ زي ما قلت لكم قبل كده، ان انا ببقى نقع ليمون في ميه. الليمون ممكن يتنقع في الميه يومين تلاتة اربعة عادي. تاخدي بقى منه ميه مركزه، ميه ليمون مركزه، بيبقى بقى ايه، قصنص ليمون. قصنص ليمون. بيبقى ما بتحطش بقى شويه ميه الليمون دول على الفراخ او السمك زي ما قلنا قبل كده، او اي حاجه بتغسليها، بيضيع ريحه الزفاره تماما، وفي نفس الوقت ما بيهريش اللحمه او الفراخ او السمك. لان الخل او الحاجات التانية دي بتهري شويه. آم، كنت عايزه اقول لكم ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصت بقى خلاص، لف المحشي وحطيته على النار وسقيته وخلاص بقى، نزلته اهو زي ما انتوا شايفين، نزلته من على النار. وبقلب على طول بقى في الصينية. طبعا المحشي مفيش اطباق زي ما احنا عارفين، لسه هنحط في اطباق، لا على طول ادلق في الصينية على طول. بصوا بقى الدخانة دي، الدخانة بقى دي هي دي اللي انا بقولكوا عليها، اللي ايه بتدفيكي. اول ما بتشوفيها كده خلاص بتحسي انت تفيتي. وبألف هنا وشفا للي هياكل. وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، ولقمة هنية تكفي مليون. فالمهم ايه، زي ما انتوا شايفين خلصنا بقى خلاص، وحمرت الفراخ وكله تمام، واتصلت بقى بابو العيال قلت له تعالى. وخلاص كده بقى ايه، والفيديو لحد هنا خلص. ومع السلامة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة يا كل حبايبي.